وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم المخنفر المغربي الغني، يعني التعريف. شوفوا كيفاش كيجي اسفنجي رطب وهشيش ومهوي، كيجي خطير. انا هنايا عملته بالسميده، تقدروا تعملوه بالفينو اولا بالسميده الرقيقه. شاركت معكم بالسميده باش تشوفوا بان حتى بالسميده كيجي ناجح مليون في المئة. بلا ما نطول عليكم ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. 3 ديال الكيسان ديال السميدة. الكاس اللي كنعبرو به هو اللي كنكملو به العبار. هاد الكاس 100 غرام اللي كنعبر به، وكاس ديال الفورس. الملح على حسب الذوق. انا كنعمل الملح دائما بيدي، ما كنعرفش بالكوتشاره. كوتشاره كبيره ديال السكر، وكوتشاره كبيره ديال الخميره الفوريه، خميره ديال الخبز. كنزيدوا عليهم واحد البيضه، وكنخلط الخميره مع ديك السميده والطحين. وديك الساعه كنخلط شويه هيدا البيضه، وكنخوي الماء دافي، يكون دافي البنات، ما يكونش غالي. الا كان غالي راه الماء غالي كيقتل الخميره، ما كيخليهاش، ما غيخمر لكمش الا عملتوا الماء غالي بزاف. دائما يكون دافي. صافي كنخلط سواء بالكوتشاره ولا بالفوي. انا هنايا استعنت غير بالكوتشاره. ودوزت طربت بالطراب الكهربائي اولا الكاس. انا ما عنديش الكاس، ممكن تعملوا بالطراب الكهربائي او بالكاس، داكشي اللي متوفر عندكم. صافي من بعد ما طربته مزيان كنشبر 15 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. 15 غرام كنعمل الخميره ديال الحلويات، وكنحركها بالفوي، وكنحركها بالفوي مزيان حتى ما كيبقاوش يبانوا لنا داك الحبيبات اولا القروموس، حتى ما يبقاوش يبانوا مره. صافي ديك الساعه كنغطيوه بابي الفيلم. صافي كنغطيوه بهاد بابي الفيلم، وكنخليوه يختمر ما بين نص ساعه حتى ساعه. فوقاش تشوفوه اختمر عندكم كندوزو طيبوه. هنا مباشره غندوز نطيبو من بعد ما خمر. المقله كنخليها تسخن، كندهنها بشويه ديال الزيت، وكنخوي فيها الخليط ديالنا. العافيه تكون مهيله باش ما يتحرقش، وكتر الا كانت عندكم المقله رقيقه من الاحسن تكون مهيله، تكونش مجهده بانها يتحرق لكم وما يطيب لكمش. صافي كيف ما كنشوفوا بدا كيطيب. ملي كيولي على هذا الشكل هذا كيبقى يتقب بحال البغرير. كنعملوا له شويه الزيت من الفوق ونقلبوه باش يتحمر لنا من الجهه الثانيه. صافي ملي كنتحمرنا من الجهه الثانيه ها كنعاودوا نفس العمليه. المقله كندهنوها شتيتو بالزيت، كنخويو الخليط ديالنا وكنخليوه حتى كيولي على هذا الشكل. ما كيبش مره بحال البغرير، كيكون بدا كيبس ولكن كيكون مازال خضر. كندهنوه بشويه الزيت وكنقلبوه. هذه الاخريه اللي غادي نشارك معكم نفس العمليه. غندهنوا المقله بالزيت وغادي نستمروا بنفس الطريقه اللي بدينا بها، غادي نكملوا بها. طريقه جد بسيطه سواء في التحضير ديالو اولا في الطياب ديالو، والنتيجه الصراحه كيجي مزيون. صافي كنقلبوه وتشوف اللوين الذهبي اللي كيكون كيعطي اللوين الذهبي. شوفوا اللوين الذهبي. هنا بغيت نوري لكم هذا اللوين هذا، ركزوا لي على اللوين كيفاش كيجي. صافي يا البنات، هذه هي النتيجه من بعد ما وجد بحال اللي شفتوا في اول الفيديو. المهم كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالتشجيعات ديالكم اللي كيفرحونا ويدعمونا نزيدوا للقدام.
ودابا ما بقى لي نقول لكم الا دمتم في امان الله وحفظه.